يلا بينا نبدأ على طول. في بداية الفيلم بنشوف ست اسمها نينج وبنتها نرمالة وأمها أوتي بينتقلوا لمدينة تانية مع شخص اسمه سليمان. لما سليمان بيروح يشتري مية أم نينج بتقول لها انتي واثقة في الراجل ده، ونينج بتقول لها ان سليمان راجل طيب. وفي نفس الوقت لما سليمان بيرجع للعربية بيقول لها ان بطاقته محظورة وبيطلب من نينج فلوس، وبيقول لها انه هيرجع لها الفلوس تاني يوم. وبنشوف نينج وسليمان بعد كام شهر من انتقالهم لمدينة تانية وبعد ما اتجوزوا، وسليمان بيعترف لها انه كان بيعمل طقوس معينة عشان يبقى غني، ونينج بتقوله الكل يعرف انك محتال. بعدين سليمان بيقول لها تأدي معاه نفس الطقوس وهي بترفض، والطقوس دي بتكون طقوس سحر اسود، ولما بترفض بيضربها فبتضطر توافق. ولما بيستعدوا للطقوس سليمان بيقول لها لو فقدت وعي لازم تسحبي الحبل بكل قوتك. بعدين بينط في المية وفي حاجة بتخبط في راسه وتفقده وعيه، ونينج بدل ما تسحب الحبل زي ما قال لها بتسيب الحبل وبتتخلص منه، وكمان بترمي كل أدوات السحر والطقوس في البحر، وسليمان بيختفي في النهر مع أدواته. وبعد أسبوعين من الأحداث بنشوف نينجا ونرمال وأمها أوتي عايشين في منزل صغير. بعدين بنشوف نينج بعد ما خلصت شغلها كانت بتشتري ملابس سباحة لبنتها. بعدين بيجي شخص غريب وبيطلب منها الفلوس اللي سليمان خدها منه. بعدها ابن الشخص ده بيوصل وبياخده معاه ويمشوا، وبنعرف ان سليمان كان سواق شاحنات وبينصب على الناس. ونينجا بعدها بتروح عشان تاخد أمها وبنتها من منزل المدرس تتسويا على درجاتها البخارية، وبتلاقي بنتها بتعيط وبتسأل أمها في إيه، وأمها بتقول لها خلينا نرجع البيت وأنا هحكيلك. وفي الطريق أمها بتقول لها بلاش تمشي يمين وخليكي ماشية شمال عشان الجهة اليمين جهة خطيرة. نينجي مش بتسمع كلام أمها وبتمشي يمين، وبعد شوية بيخبطوا في حاجات على الطريق، وبعد شوية المطبات والتكسير اللي في الطريق بيخلوهم يعملوا حادثة وكلهم بيقعوا ويفقدوا وعيهم. بعدين نينجي بتفوق وبتدور على أمها وبنتها، وفي اللحظة دي بيظهر شخص ويقول لها انت هنا ليه؟ المكان ده خطر جدا. وهي بتقوله انها مش لاقية أمها وبنتها، والشخص ده بياخدها معاه وبيمشوا. وبعد شوية بنشوف فريق الإنقاذ وصل وبيلاقوا جثة أمها، وساعتها بنشوف شبح أمها بيظهر جنب النهر، وبتقول بهمس انت متأكدة يا نينج من الراجل ده؟ بعدين بننتقل لمشهد تاني وبنشوف تيرتا مدربة السباحة بتشجع الولد عشان ينزل المية والولد مش راضي. بعدين بيوصل مساعدها وبيقول لها ان الولد ده ابن رئيس الشرطة ودفع لهم رسوم لمدة سنة، وتيرتا بترجع للولد وبتزقه بقوة في المية. وبنرجع تاني لفريق الإنقاذ وبنشوف نينج بتترجاهم يدوروا على بنتها، ومع مرور الأيام حالتها النفسية بتتعب وبيتم فصلها من العمل، وهي بتحاول على قد ما تقدر تدور على وظيفة، ويا عيني كل تفكيرها في بنتها. وبعد فترة بنشوفها ببث مباشر وبتعلن عن منتجات ميك اب، وهي على البث المباشر الستارة اللي وراها بتتحرك وبتروح تشوف في ايه بس مش بتلاقي حاجة. وفي اللحظة دي شبح أمها أوتي بيظهر ورا الرينج لايت، ونينجي لما بتلف وتبص بيختفي. بعدين بنشوفها على البث المباشر وبتقول للمتابعين يدعوا لبنتها لأنها مختفية من أسبوع. بعدين بتروح عند الباب وتفتحه وبتفتكر ذكرياتها مع أمها وبنتها. وتاني يوم بنشوف نينج في متجر تصوير وبتطبع ورق مكتوب عليه اركضي بسلام. وبعد ما بتمشي تيرتا بتوصل وبتسلم صاحب المطبعة أوراق عشان يصورها، وصاحب المطبعة بيلاحظ إن نرمالة صورتها في الورق ده، وبيقول لها إن الست اللي لسه ماشية دلوقتي دي صورة بنتها واللي عملوا حادثة عند الجسر. بعدين تيرتا بتفتكر اليوم اللي نرمالة جت فيه عشان تاخد درس في السباحة. وبنرجع تاني لفريق الإنقاذ وبيبلغوا نينج إنهم بقالهم 10 أيام بيدوروا عليها ومفيش فايدة، وعشان كده هيبطلوا يبحثوا. وفي نفس الليلة بنشوف نينج عمالة تعيط وزعلانة على بنتها، وبعد شوية بتفتح بث مباشر وبتقول للمتابعين هي مش عارفة تعمل ايه ومش عارفة تطلب المساعدة من مين، وبتروح تقفل الستارة اللي اتفتحت لوحدها. وفي نفس اللحظة بتظهر أمها ورا الرينج لايت وتليفونها بيعمل أصوات ويشتغل لوحده، وهي بتلاحظ كده وبتظبط كل حاجة. وهي بتتكلم فجأة تليفونها بيلف بقوة، وهي طبعا بتخاف جدا وبتجمع أدوات المكياج اللي وقع وبتشوف الدولاب بيفتح لوحده، ونينج بتلاقي جواه علبة. وتاني يوم بتروح لمنزل تتسويا
عشان ترجع له هدومه اللي لقيتها في الصندوق، وبتقوله إن أمها نسيت ترجعها له، وبتقوله إنها ممكن تشتغل عنده بدل أمها، وبنعرف إن أمها كانت بتخدم الشخص ده، وبيقول لها ابدأي من بكرة. بعدين بنشوف تيرتا ماشية ورا نينج وبتسجل تحركاتها، وبعدها بنشوف نينج راحت لمكان الحادث وهي بتبص من الجسر، بتشوف بنتها وبتنزل لها، بس تيرتا بتلحقها وبتقول لها اللي انت شايفاه مجرد هلاوس. بعدين بنشوف تيرتا بتعمل بودكاست بعد ما سابت شغلها كمدربة سباحة. بعدين تيرتا بتروح لمنزل نينج، ولما بتخبط على الباب بتتفاجئ انه بيتفتح لوحده، وبتدخل وبتلاقي صور عائلية وبتصورها بسرعة، وفجأة بتسمع شخص بيكح، بتحس بالخوف وبتخبط في صندوق الإسعافات بالغلط وبيقع منها، وهي بتجمع الحاجات بتسمع صوت جاي من الغرفة، وبتحط الصندوق على الترابيزة وبتروح لمصدر الصوت، ولما بتفتح الباب بتلاقي المية بتنزل من السقف، وبتمد ايدها ناحية المية، وفي لحظة المية بتتحول للون الأحمر والسقف كله بيتحول لنفس اللون، وبتشوف أوتي ماشية على السقف وبتقول لها انت مين؟ وتيرتا بتترعب وبتخرج بسرعة من المنزل والباب بيتقفل وراها. بعدين بنشوف نينج وهي بتشتغل في منزل تيتسويا، وبتشوف صورة بنت وهو بيقول لها إنها بنته وعايشة مع أمها في اليابان بعد ما انفصل عنها. وبنروح لتيرتا اللي بتوري جوز الصورة اللي خدتها من منزل نينج، وجوز بيقول لها إن الشخص اللي في الصورة يبقى سليمان، والشخص ده معروف بالنصب ونصب على ناس كتير. وتيرتا بتقوله هو فين دلوقتي، وهو بيقول لها ممكن يكون هرب. بعدين بنروح لنينج وبيطلبوا منها تبقى ضيفة بودكاست تيرتا، ونينج بتقول لهم هتوافق لو ساعدوها في صنع 1000 طائر بالورق، وبيوافقوا وبيستمروا في صناعة الطيور بالورق. بعدين تيرتا بتنام ونينج بتستمر في صناعة الطيور بالورق، وفجأة طائر بيتحرك كأن في هواء هو اللي بيحركه، وبعدين النور بيبدأ يرمش وبتسمع صوت همس بيقول لها انت متأكدة يا نينج؟ ونينج بتبقى ممسوسة وتصرفاتها غريبة، وتيرتا بتصحى وبتلاحظ اللي بيحصل وبتشوفها بتبص لفوق، وبنشوف أوتي ماسكة راسها بس تيرتا مش شايفاها وبتحاول تهديها وتشربها مي، ونينج بترجع لطبيعتها. وتاني يوم بيروحوا يرموا طيور الورق اللي صنعوها ويرموها في النهر، وبتظن اللي بتعمله هيساعدها تلاقي بنتها. بعدين بنشوف نينج بتنظف مكان عمل تتسويا، وهو بيشوفها وبيقول لها ان محدش يدخل هنا غيري، ومع ذلك وفي وقت تاني بيوريها شغله وبيدخلها الغرفة اللي منعها تدخل فيها قبل كده، والغرفة دي مليانة نباتات نادرة. وبالليل نينج بتروح عشان البودكاست مع تيرا، وبيبدأوا بودكاست عن بنتها نرمالة. وتاني يوم بيروحوا لشيخ روحاني، والروحاني بيقول لها ان بنتك موجودة في مكان مظلم، واخطائك في الماضي هي سبب اللي حصل لبنتك ولازم تكفري عن اخطاء. بعدين نينج بتفتكر مشهد من ماضيها وهي بتكلم زوجها وتشك وبتتخانق معاه، وهو بيقول لها انه بيشتغل ليل نهار عشان يلبي احتياجاتها، وهي بتقوله لبي احتياجاتك انت وامك. وبتاخد بنتها وامها وبيروحوا يركبوا العربية مع سليمان، وبعد ما بتمشي النار بتمسك في وتشك من غير ما يقصد، وبتحكي لتيرتا عليه وبتقول لها انه كان راجل صالح، وبتروح تزوره في المستشفى بس حالته كانت صعبة ومش قادر يرد على كلامها، وبتقوله على اللي حصل لها هي وبنتها. بعدين بيقول لها بصوت ضعيف هسامحك لو خلصت عليا، وهي بتحاول بس مش بتقدر، وهو بيبدأ يعض لسانه ويتشنج ويقع من على السرير وبيخبط نفسه لغاية ما بينتهي. بعدين بنشوف نينج بتفتح بث مباشر وبتعرض منتجات، بس بعد لحظات بيبدأ الدم يخرج من الزجاجة، ولما بتفتح عينها بتتخض لما بتشوف اللون الأحمر منتشر في وشها، وفجأة بتخرج إيد مشوهة من الرنج لايت وتمسكها، وهي بتخرج من الغرفة وبتبص من بره ومش بتلاقي أي حد، وبتترعب لما بتلاقي نفس الإيد مسكتها من رجلها. بتطلع بسرعة من البيت وتجري المنزل تتسويا، وهناك بتشوف شبح أمها وبتدخل لمنزله وبتنام وبتحلم ببنتها، وفي نفس الوقت بنشوف جثة بتخرج من النهر. وتاني يوم نينج بتروح مع تيرتا ويشوفوا الجثة اللي الناس لقوها في النهر، وبتعرف إنها مش جثة بنتها، وبتروح للروحاني اللي موجود في نفس المكان، والروحاني بيقول لها انت عارفة إن دي جثة سليمان،
وهي بتقوله كان لازم أسيب الحبل واخلص منه لأنه أذاني أنا وبنتي وأمي. والروحاني بيقول لها لازم تعملي مراسم تطهير النهر عشان روح سليمان تحرر بنتك وتسيبها في حالها. بعدها بنشوف نينج بتعرف تيرتا لتتسويا، وتتسويا بيقول لها إنه سمع عنها كمدربة وإن الأطفال كانوا بيخافوا منها ومش بيحبوها حتى بنتك نرمالة. ولما نينج بتسمع كده بتقوله إن نرمالة ما قالت لهاش إنها خدت درس سباحة، وتيرتا بتقول لها فعلا نرمالة جت عندي وخدت درس سباحة وتتسويا هو اللي وصلها، وبتتضايق منها عشان ما قالت لهاش وبتقول لها تمشي وتسيبها في حالها. بعدين بنشوف تيرتا رايحة تحضر طقوس تطهير النهر، بس جوز بيقول لها مراسم الطقوس للرجال فقط. بعدين بنشوف نينج بتدي مبلغ من المال لجوز، وبعدها بنروح للطقوس اللي أهل القرية بيعملوها، وكمان بيبحثوا عن نرمالة في الغابة، وفجأة شخص بيقول إنهم لقوها. وفي اللحظة دي تتسويا بيمشي من موقع الطقوس من غير ما حد يلوح. بعدين بنشوف الروحاني وجوز بيوصلوا لمنزل نينج، والروحاني بيسلمها ملابس بنتها وبيقول لها إن خطاياك كبيرة جدا ومش هينفع تكفري عنها، وخسارتك لبنتك هي عقوبتك ومحدش هيقدر يساعدك. بعدين نينج بتفضل تعيط وبتكون منهارة، وبتشوف شبح أوتي ووتشك قدامها وبتعتذر له، وبتفتكر كلام الروحاني لما قال لها مش هتقدري تشوفي بنتك غير لما تروحي لها. وبتمسك زجاجة مكسورة وكانت بتحاول تخلص على نفسها بس بتلاقي نفسها ماسكة مشبك. بعدين بنشوف تيرتا وهي بتفتكر اليوم اللي تتسويا سجل فيه نرمالة عشان تاخد درس سباحة، وكمان افتكرت ان نينج قالت لها ان تتسويا عنده بنت عايشة في اليابان، وكمان لاحظت في الصور ان نرمالة لابسة نفس التوج اللي في شعر بنت تتسويا. ساعتها بتشك فيه وبتحاول تعرف عنه معلومات، وبتعرف من الانترنت انه خلص على زوجته وبنته بس طلع براء، وبتاخد صور للكلام اللي قريته. بتروح عند صديقها عشان تقوله، وساعتها بتسمع جوس وهو بيكلم ابوه وازاي هم خدعوا نينج عشان يرجعوا الفلوس اللي سليمان خدها منه، وكمان بيخدعوها باسم التكفير عن الخطيئة. وتيرتا بتواجههم وبعدين بتروح لمنزل نينج، بس نينج مش في منزلها لكن في منزل تتسويا. بعدين بنشوف تتسويا بيقدم شاي لنينج وبيقول لها ان اول مرة امك تجيب معاها نرمالة انا حسيت بالامان لانها فكرته ببنته. وبنرجع للماضي وبنشوف نرمالة بتلبس فستان اهداهولها تتسويا، ولما شافها بيه فرح جدا. وفي نفس الوقت تيرتا متأكدة ان نينج جوه، فبتفضل تقول لها على حقيقة تتسويا. بعدين بنشوف نينج بتسأله في الليلة اللي رجعت عشان اخد امي وبنتي فيها كانت بنتي بتعيط، قولي ايه اللي حصل. وتتسويا بيقول لها كانت بتجري ووقعت من على السلم. وفي اللحظة دي بنرجع لتيرتا اللي شافت شبح ووتشك جوه المنزل، وفجأة بيخضها وهي بتخاف وتجري. بعدين تتسويا بيقول لنينج ان بنتك كانت مشاغبة وهو مش بيحب الاطفال المشاغبين. بعدين نينج بتطلع فستان وتوكة بنتها وبتسأله لو تعرف مكانها قولي، وبنرجع فلاش باك عشان نعرف الحقيقة. وبنشوف تتسويا بينده على نرمل باسم بنته وبيحضنها بقوة، ونرمل بتخاف منه وتفضل تعيط وهي بتجري بتقع على السلم. وساعتها جدتها بتوصل وبتقوله ما يلمسهاش، ولما نينج بتوصل بيركبوا الموتوسيكل وهو بيمشي وراهم وبيشوف الحادثة اللي حصلت لهم وبيشوفهم ماتوا ولا لأ. بعدين بياخد نرمالة معاه وبنعرف انه حابسها في غرفة النباتات اللي قال لنينج ما تدخلهاش ابدا. بعد ما نينج بتعرف حقيقة تتسويا بيضربها ببراد الشاي، وفي نفس اللحظة تيرتا بتوصل وبتضربه وبتحاول تفك ايد نينج بس تتسويا بيفوق وبيتغلب عليه. بعدين تتسويا بيظهر لها وهو ماسك بنتها وبيعورها في ايدها عشان يجبرها توقع على تنازل عن حضانة بنتها. بعد ما بتوقع على الورقة النور بيفضل يرعش ونينج بتتصرف بطريقة غريبة، وبنشوف شبح أمها بيحضنها وشكلها بيتغير وبتطير بالكرسي في الهواء. بعدين بتقع وبتحرر نفسها وتتسويا بيترعب من اللي شافه وبياخد نرمالة وبيجري ناحية الغابة، ونينج بتجري وراه وبيوصلوا عند النهر ويفضلوا يتخانقوا وهما الاتنين بيقعوا في النهر. وبعد شوية نينج بتطلع من المية والمشهد بينتقل لحمام السباحة، وبنشوف تيرتا رجعت لوظيفتها تاني كمدربة سباحة، وكانت بتتفرج على تقرير إخباري بيقول إن نينج اتحكم عليها ب5 شهور بتهمة التسبب في وفاة زوجها سليمان. وبنعرف إن نرمالة قاعدة مع تيرتا وهي اللي بتراعيها لغاية ما أمها تخرج من السجن.
وبكده بيخلص الفيلم. لو الملخص عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.